السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل الحواوشي. هنعمل حواوشي اسكندراني بالسجق واللحمة المفرومة، وهنعمله عجينة كده هشة وطرية وخفيفة ولذيذة اوي. نعمل كمان حواوشي مش اسكندراني بقى، الحواوشي اللي بنعمله بالعيش البلدي العادي، نعمله مقرمش كده ولذيذ اوي. اظن واضح جدا العجينة قد ايه هشة وطرية وجميلة اوي. يلا على طول نبتدي الوصفة، بس قبل ما نبتدي لو لسه ما اشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. هنحتاج 3 كوبايات من دقيق الفاخر متعدد الأغراض، وأحط عليهم معلقة صغيرة من السكر. هحط كمان نص معلقة ملح صغيرة و3 معالق كبار من اللبن الباودر، وأضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلب الحاجات دي كلها مع بعض كويس، وبعدين هضيف معلقتين كبار من الزبادي، وبعدين هضيف مية دافية بالتدريج لحد ما اوصل لقوام عجينة مفتوحة لينة بتلزق في الايد. لو عملتيها عجينة مقفولة او يابسة هتلاقيها طالعة معاكي ناشفة بعد السوا. بعد كده هنزل عليها 3 معالق كبار من الزيت، وافضل اعجن فيها لمدة 10 دقايق لحد ما تبقى عجينة بتمط زي ما انت شايفة. زي مثلا عجينة العيش البلدي لما بيجوا يعملوه بتبقى العجينة طرية جدا علشان يطلع العيش طري، ويفضلوا يعجنوا في العجين لمدة 10 دقايق ويمكن اكتر كمان. وعلشان هي طرية بتحطي رشة دقيق وتلميها بيها. تمام بقى، دلوقتي هغطيها واسيبها في مكان دافي تخمر ويتضاعف حجمها. دلوقتي هنبتدي نعمل خلطة اللحمة المفرومة والسجق. انا عارفه ان اغلب الناس بيحطوا اللحمه المفرومه نيه جوه العجينه او جوه العيش، بس انا ما اقدرش اتقبلها كده وبعملها كل مره بالطريقه دي، بيطلع طعمها حلو قوي، وكمان اللحمه بكون ضامنه انها مستويه تمام. حطيت معلقه سمنه في صينيه على النار، ولما سخنت نزلت عليها البصله وقلبتها فيها حاجه بسيطه بس لغايه ما البصله تدبل، مش عايزاها تغير لونها. بعد ما نزل عليها اللحمه المفرومه وبقلبها لحد ما لونها يتغير. بعد ما شوحت اللحمه المفرومه على النار كويس هنزل عليها الفلفل والطماطم. دلوقتي بقى احط ملح وفلفل اسود وبهارات وقرفه، والقرفه ضروري بتديها طعم وريحه حلوه قوي. انا هنا استخدمت نص كيلو لحمه مفرومه، وحطيت عليها بصلتين متوسطين وفلفلتين وطماطميتين، وطبعا كتر الكميه زي ما انت شايف. اشوح اللحمه والخضار لحد ما الاقي السوائل اللي نزلت من الخضار جفت تماما، وبعدين بطري عليها على طول عشان ما يبقاش فيها سوائل وتضطر العيش او تبوظ العجينه اللي انت بتعمليها. دلوقتي هبتدي اعمل السجق. هحط طاسه على النار، وبدون ما احط اي ماده دهنيه هنزل السجق على طول صحيح، مش هقطعه غير بعد ما يستوي. انزله بدون اي ماده دهنيه لان هما بيبقوا حاطين له دهون كتير، فبينزل دهون اصلا لوحده. لما السجق بدا ياخد لون كده حطيت عليه البصله والفلفل والطماطم وهشوحها معاه، وهنزل عليها الملح والفلفل والبهارات، شويه قرفه صغيرين. وخدي بالك ما تكتريش في التوابل لان هو فيه اصلا توابل بتاعته، كمان حتى اللحمه ما تكتريش فيها التوابل عشان ما تضيعيش طعم اللحمه. برضه شوحته لحد ما الميه اللي نزلت من الخضار جفت، وطفيت عليه على طول. جبت صينيه ودهنتها بالزيت، وبعدين احط في العيش اللحمه المفرومه وهفردها فيه كويس، وبعدين هدهن العيش كمان من فوق. ممكن تدهنيه بالزبده او السمنه او الزيت اللي المتاح عندك واللي بتحبيه استخدميه. انا هعمله وادخله الفرن، اول ما ياخد لون من تحت هقلبه على الناحيه التانية عشان ياخد كمان لون وقرمشه من فوق، وهطفي عليه. حابه تعمليه في طاسه على البوتاجاز من فوق عادي مفيش مشكله، بس بيطلع اطرى شويه من اللي في الفرن. بقطع السجق بعد ما بيستوي علشان لو كنت قطعته من الاول كان ممكن اللحمه تطلع منه. وبعد ما العجينه خمرت وتضاعف حجمها هاخدها اخرج منها الهواء واقسمها. اقسمها هنا ل8 قطع علشان تعملي 4 رغيف حواوشي. عشان يسهل عملية الفرد برش خليط من الدقيق والسميد وبفردها عليه، وبعدين بحط الحشوة، بفرد جزء تاني من العجين وبقفلها بيها. الحشوة هنا كانت سجق وجبنة رومي. ضغطي عليها من الحروف وقفليها كويس وتنيها علشان الحشوة ما تخرجش منها او تفك معاكي. بعد كده بسيبها تخمر مرة كمان، وهكمل باقي العجين وهحشيها بلحمة او سجق او خليط من الاتنين. الجبنة الرومي مش بس بتخلي اللحمة المفرومة اللي جواها متماسكة، لا كمان بتدي طعم حلو اوي. بعد ما بتخمر بعمل عليها علامات كده علشان تدي شكل حلو، وبعدين بدهنها بمعلقتين من اللبن الباودر عليهم معلقة مية، بيدي لبن تقيل كده ندهن بيه الوش، وده افضل طبعا ما ندهنه بالبيض. بيدي العجينة لمعة ولون كده حلو قوي، وبيخلي السمسم او حبة البركة اللي بحطهم يلزقوا على الوش. في الوقت ده بكون مجهزة فرن سخن على اعلى درجة حرارة وبدخلها فيه، لازم الفرن يكون سخن جدا علشان يطلع طري معاكي كده. اول ما بياخد لون دهبي من تحت بطفي الفرن واشغل الشوايه، ما بياخدش وقت خالص في الفرن بيطلع على طول. علشان كده افضل طبعا ان انت تكوني مسويه اللحمه قبلها وتبقي متاكده من سواها. وبس كده عملنا احلى حواوشي بالسجق واللحمه المفرومه اسكندراني او بعيش بلدي، بجد تحفه. اللي عاملينه بالعجينه طري وهش زي ما انت شايفه، ولو عايزه اللي بالعيش البلدي كمان طري تقدري تعمليه على العين من فوق، متدخليهوش الفرن خالص، او لو دخلتيه الفرن اول ما يطلع غطيه، ده لو انت بتحبيه طري. اتمنى تجربي الوصفه وتقولي لي رايك فيها، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناه علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديده، وشكرا. السلام عليكم.